اكيد مش بحبسهم يعني. معايا ومعاكم النهارده الخواجه وائل ابو غالي. الخواجه وائل ابو غالي بدأ في الثمانينات، بدأ بيبيع ذهب بشنطه بدون محل، كان بيلف في المحافظات بيبيع الذهب بدون محل. عارفين يعني ايه؟ طب ما تيجي نعرف مع بعض. الخواجه وائل ابو غالي، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فنان، اخبارك ايه؟ هذا البرنامج برعاية النهارده معانا قصه كفاح حقيقيه لعائله ابو غالي. تعالوا نعرف مع بعض قصه الكفاح ونوثقها مع بعض في برنامج اصل الحكايه. انت عايز ايه؟ عايز تعرف ايه؟ عايزين نعرف كل حاجه. تمام. بص، احنا عائله الذهب، عائله ابو غالي، الخواجه عياد غالي، وليد ابو غالي، وجدي ابو غالي، وسام ابو غالي، عمي واخواتي. هم دول ابو غالي، هم دول مجال الذهب، هم دول براند ابو غالي. انا من سنه 80 مع عمي عياد. احنا انت بتقول بيبيعوا الذهب من قبل ما يكون في محلات. تمام، كلام مظبوط. انا من قريه ام خنان اللي هي ميونخ، الملقبه في الصاغه ميونخ. كل تجار الصاغه الكبار والقدام يعرفوا ايه هي ميونخ، اللي هي ام خنان، اللي هي عظماء الصاغه. كان في زمان ناس بتطلع بشنط بيسموها سريح، بيسرح بالذهب في البلاد، يبيع الذهب بالميزان اللي هو بسلاسل، اوكي، وشنطه، وبيبقى فيها الذهب في البلاد الارياف. الكلام ده يعرفوه الناس القديمه جدا، الناس بتوع الصاغه القديمه. اللي هو انا بعت اول حاجه الحلقه المخرطه، الحلقه البلامونت، العقد الكريستال، الكردان العش، الحاجات اللي هي القديمه، الكردان العروسه، الغوايش الفراشه، المشغولات اللي هي القديمه اللي هي بتاع البلاد والارياف. بعد كده الحمد لله ربنا كرمنا وابتدينا نفتح اول محل لينا، وبعد كده فتحنا محل تاني في محل تالت، والحمد لله ربنا كرمنا. احنا ابتدينا محلنا في منيا الشيحه الجيزه في طريق مصر اسيوط، وعندنا محلنا في الهرم. والحمد لله انا ومعايا اخواتي كانوا بيبقوا معايا من ايام الدراسه، معايا ومع عمي، واحنا ببعضينا وتكاتفنا احنا مع بعضينا كعيله ابو غالي، خواجه عياد غالي، وليد، وجدي، وسام اخويا الصغير اللي هو ابني ومعايا في المحل على طول، وهو دلوقتي الحمد لله ربنا كرمه في المحل بتاعه. هي دي عيله ابو غالي، وهو ده اساس عيله ابو غالي، هم دول عيله ابو غالي. اخواته اللغز في حياته. عايزين نعرف اخواتك يمثلوا لك ايه في حياتك وفي حياه المهنه وحياه ابو غالي نفسها. اخواتي بالنسبه لي انا شخصيا هم الحياه، هم كل حاجه في حياتي. اخواتي ابو غالي، ابو غالي طبعا، ابو غالي اللي هو الخواجه عياد غالي، اخويا الكبير وعمي وليد، وجدي، وسام ابني، ما فيهاش كلام. في اصل الحكايه اسرار عن الصاغه المصريه. تعالوا نعرف سر من اسرارها. خواجه، عايزين نعرف يعني ايه سايغ ناجح. يعني الكلمه هي عقد. بيقولوا عنك ان مش بتخلي حد يمشي. يعني ايه مش بتخلي حد يمشي؟ بتقفل عليهم الباب؟ اكيد مش بحبسهم يعني. هو المقصد ان انا ما بحبش حد عندي في المحل يمشي من عندي زعلان. اي عميل بيخش المحل وجاي بيشتري وبيتفرج على حاجه، لو في اختلاف على السعر، لا احنا لازم نراضيه ونمشيه مرضي، اقل القليل يرضيني. في اصل الحكايه فقره ضرب نار. معايا سؤال بديل الضيف بيقراه، عايز يجاوب عليه يجاوب عليه، طب مش عايز يجاوب عليه هيقفل الكارت. جاهز المواجهه؟ جاهز. اتفضل السؤال. لا ده انا البس النضاره بقى. ايه المصاعب بص انا هجاوبك. احنا دلوقتي بنعاني من مشكله كبيره جدا، ان في ناس بتحاول تسرق تعب ناس. اسم الحمد لله كويس وناجح وشغال وناجح في مجاله ومسمع بفروعه، وتلاقي حد جه حرف حرف في اسم، مثلا في الاسم الاخير، ويقول لك انا برضو انا اسمي فلان، جدي اسمه كذا، مش عارف ايه كذا. بس ده طبعا كلام فاضي، ده تعب ناس، ولا يمكن اسمح بان حد يسرق تعب مجموعه ابو غالي. نحن ابو غالي وليس احد غيرنا. وزي ما اتعودنا دايما في اصل الحكايه ما بننساش ابدا شركاء النجاح. عايزين نعرف مين شركاء النجاح لابو غالي.
طبعا شركاء النجاح الشركات. بالنسبه للشركات شركه لازوردي، وطبعا شركه ايجيبت جولد، وطبعا شركه اي زد الخواجه اميل زكا، شركه ماستر جولد، شركه كينج جولد، اندريا وجورج، شركه بي تي سي للسبائك، واحنا الموزع المعتمد الحمد لله لجميع الشركات اللي انا ذكرتها. في اصل الحكايه، ودايما سؤال للضيف، عايزين نعرف عرفت برنامج اصل الحكايه ازاي؟ طبعا اصل الحكايه انت مش محتاج ان انا اعرفك، اوريدي انا عارفك، ومش معرفه جديده او لسه اعرفك النهارده. احنا من التسعينات، من ايام ما كنا بنتقابل في المعارض، وانت ياما صورت لي. وبعدين انت لوحدك براند، مش محتاج حد يعرفك، انت لوحدك معروف. حضرتك عضو في شعبة الذهب، فايه رأي حضرتك ان في سوق ذهب متكامل في مجموعة محلات كاملة يطلع في مجمع واحد في حتة واحدة، فهل ده يخدم العميل؟ في وجهة نظرك عايزين نعرف اصل الحكاية. بالنسبه لسوق الذهب الجديد ان شاء الله ده هيبقى حاجه كويسه، ولما يكون في تجمع للمحلات في مكان واحد هيبقى في فرصه للعميل انه ينزل ويتفرج على كذا محل وكذا براند. ولو يبقى في مكان لبيع الجمله برضه هيبقى مكان شامل ومكتمل، زي الاسواق الخارجيه بره مصر، في دبي مثلا او في تركيا. والحاجات دي كلها بتشجع الصناعه والتطور، وهتبقى حاجه جميله جدا واضافه كويسه قوي. وزي ما اتعودنا دايما ان الضيف هو اللي بيختم الحلقة. انتظرونا في اصل الحكايه مع عماد كودك وابو غالي. هذا البرنامج برعاية أصل الحكاية مع عماد كوداك. تعالوا نشوف أصل الحكاية.